صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة عملت الفيديو بتاعي روتين يومي من اول ما صحيت من النوم لحد ما جهزت الغدا بتاعي. واول ما صحيت من النوم انا نزلت السوق على طول على طول، وجبت المشتريات اللي قدامكم ديت. جبت الخيار وجبت الطماطم وجبت الخضرة وجبت الفلفل والشطة وجبت البتنجان، وجبت بقى ايه البطاطس، وجبت سمك وجبت صنف من الفاكهة اللي هو الشمام. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان انا يعني ايه، عشان النهارده يوم الاجازه، فانا فكرت يعني ايه اللي انا محتاجاه في بيتي عشان انزل اجيبه من السوق. فجبت طبعا المشتريات اللي قدامكم ديت، وجبت السمك عشان اشويه، علشان انا ما بعرفش اشوي السمك غير يوم الاجازه، او ما بعرفش اعمل الحاجه اللي هي بتاخد يعني ايه كده يوم الاجازه بتاعي، اللي هو يعني ايه عشان اشوي السمك فيه واحضر رز وتبقى حاجات كتير كده. وديت المشتريات. ويا رب لو المشتريات دي عجباكم تكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي ايه رأيكم في المشتريات اللي انا جبتها ديت من السوق. واول ما رجعت من السوق قلت اصورها لكم عشان تشوفوها معايا. وقبل ما ابدا بقى ايه اليوم بتاعي، يعني بعد ما بدات اليوم بتاعي مع السوق رجعت بقى عشان ابداه ايه في البيت. واول حاجه هعملها في البيت اللي انا هنضف البوتاجاز بتاعي. انا ما كنتش نضفته، وعايزه اقول لكم اللي هو يعني شكله ما بيعجبنيش كده، طبعا بيتكب عليه حاجات وانا عندي اطفال بتكب وكده والحاجه بتتحرق. فانا يعني ايه حبيت يعني ايه انضفه الاول عشان ابدا يومي كده وواحد اعصابه مرتاحه. وهنضفه اهوت. وبعد ما نضف قدامكم ما شاء الله بقى بيلمع قدامكم اهوت، بسم الله ما شاء الله. وبعد ما نضفت بقى البوتاجاز بتاعي ابدا بقى ايه في تجهيز الغدا بتاعي. الغدا بتاعي اللي انا اول حاجه هعمله معايا ان انا هجيب الرز بتاعي. وبعد كده اي كميه رز انت تحبي تعمليها، انا بعمل على قدي انا. وطبعا الرز انا غسلاه كويس ومصفياه. ابدا احطه بقى في البرام كده قدامكم. وبعد كده احط، وبعد ما حطيته بقى في البرام ابدا بقى ايه اللي انا اقطع بقى عليه ايه الطماطم والبصل. اللي انا هعمله الرز اللي هو الرز الاحمر المعمول في الفرن. وبعد كده هجيب الطماطم بقى وابدا اقطعها لقطع صغيره او مكعبات صغيره. وبعد كده هقطع البصل بتاعنا. ودلوقتي وانا بقطع الطماطم اول حاجه نعملوها اللي احنا بنشيل الجزء اللي فوق ده من الطماطم، علشان ما بيبقاش يعني ايه مش مستحب اللي انت تقطعيه مع الطماطم. ودلوقتي انا بقطع الطماطم اهوت. وبعد ما قطعتها قدامكم بالشكل دوت جبت البصله وابدا برضو اقطعها برضو مكعبات صغيره. وبعد ما هقطع البصلة كده مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده قدامكم اهو، قطعت الطماطم وقطعت البصل. ابدأ بقى احط البهارات بتاعتنا او التوابل بتاعتنا اللي احنا هنحطوها على البصل والطماطم. ويفضل احنا نحط كل حاجة مع بعضها الاول هنا. واول حاجة اللي انا هحطها احط شوية من الفلفل الاسمر. وبعد ما احط الفلفل الاسمر كده هجيب شويه من الكمون. ويفضل ان انا ازود الكمون شويه حلوين عشان الرز ده بيحب الكمون زياده يعني. وبعد كده احط شويه من البابريكا، عشان طبعا احنا بنعمل له رز احمر فالبابريكا هتديله لون كده. وبعد كده احط شويه من الملح. واهم حاجه اللي انت تراعي الملح بتاعك عشان ما يبقاش الحاجه حادقه معاكي، وتبقى عارفه معيار الحاجه اللي انت بتحطيها ايه بالظبط. وبعد كده هبدا اللي انا بقى ايه بعد ما حطيت التوابل اللي انا يعني ايه اللي انت يعني ايه تعصروهم مع بعض كده يعني ايه، زي ما انتوا شايفين زي ما انا ما بعمل كده تعصروهم كده. لغايه ما تحسوا ان هم يعني البصل والطماطم شربوا البهارات او التوابل بتاعتنا وتعصرهم كده بالشكل دوت. اروح بقى عشان اضيفهم على الرز. وهي ديت يا جماعه الحاجه اللي بتدي الرز فعلا طعمه يعني ايه ويبقى حلو قوي. ولقيت الخطوه ديت انا ما كنتش عارف ان المفروض نعصرهم مع بعض، هي حماتي اللي قالت لي يعني المفروض تعصر الاول البصل مع الطماطم وبعد كده اضيفهم على الرز. وابدا اقلبهم بقى ايه التقليبه اللي هي ايه في قلب الرز، كل الحاجه دي تخش جوه الرز كده. وبعد ما حطيت الحاجه ديت ابدا بقى احطها. يعني ايه اجيب بقى الزيت بتاعنا اللي انا هضيفه شويه من الزيت. وبعد كده اجيب الميه بتاعتنا عشان نضيف الميه. واهم حاجه معيار الميه يا جماعه يبقى مناسب، يعني ما يبقاش ميه كتير عشان الرز ما يعجنش منك، وما يبقاش قليل عشان يبقى ايه محصول منك ما يكونش طيب. اهم حاجه انت شايفه قدامك ازاي. انا ما بعرفش يعني انا بحب الحاجه بشوفها كده بعناية، يعني ما اعرفش اللي انا اعاير الحاجه.
وبعد كده انا جبت البتنجان بتاعي دوت، وهروح احطه في الفرن يعني ايه مع انا حطيت الرز. بس البتنجان عشان اعمل بابا غنوج بقى، انا جبت البتنجان، وتفتحي البتنجانية كده فتحتين من كل من اتجاهين يعني مختلفين، واروح بقى عشان احطهم مع الرز، عبال ما الرز بقى يبدأ يتشرب ويستوي معانا، يكون البتنجان قدامك اهوت بدأ ايه عشان يتشوي. وطبعا الرز قدامك اهوت طبعا بيستوي. وبعد كده هدخل البتنجان معاه. وبعد ما هدخل البتنجان بقى اروح احضر بقى بقية الحاجة بتاعتي. انا عندي السمك بغسله اهوت، ولازم تغسليه كويس جدا من عند راسه ومن النخاشيش بتاعته، وتغسلي بقى ايه بقية السمكية كده بالمية. وبعدين وبعد ما تغسلي بقى كل السمك تحطيه بقى كده ايه مع بعضه، علشان يبقى ايه ارتحتي من ايه من اللي هي غسيل السمك، يبقى السمك جاهز عندك وبقى ايه مغسول. وبعد ما هغسل السمك بقى هروح عشان احضر التمليحة بتاعة السمك. اهوت ادي غسلت السمك اهوت خلاص ارتحت منه بقى، اروح احضر بقى ايه التمليحة بتاعته لما يطلع من الفرن بعد ما اشويه. احطه فيها. انا عندي توم ما قشرتهوش، انا حاطاه بقشره كده يدوب فصصته بس من بعضه. واحط بقى قرن من الشطة. ومش هحط شطة كتير يعني، مش هحطه كامل عشان هو القرن ما شاء الله كبير، فانا هحط جزء منه صغير علشان ما تبقاش الحاجة حراقة قوي كده يعني، على الرغم ان السمك بيحب الشطة وبيحب الحاجات ديت يعني، بتديله يعني ايه مذاق خاص كده. واحط قرن من الفلفل الاخضر معانا، قرن صغنون كده مش شرط قرن كبير يعني. وبعد كده عندي الليمون غسلها طبعا وايه وقطعتها 4 ارباع وضفتها. وعندي كزبرة خضرة انا حطيتها كده، انا بحب احط كزبرة في التمليحة بتاعت السمك، بتدي طعم خطير يا جماعة. وبعد كده شوية شطة بودر. وبعد كده احط كمون، واحط برضو الكزبرة الناشفة. ادي شوية من الكمون وشوية من الكزبرة الناشفة وشوية من الملح، بس اهم حاجة خلي بالكم من الملح عشان الحاجة ما تبقاش حادقة معاكم زيادة عن اللزوم. وبعد كده هروح اضرب كل الحاجة ديت في الخلاط، بس ايه اضيف شوية مية الاول كده عشان حاجة تنضرب كده مع بعضها. وبعد ما ضربتها في الخلاط زي ما انتوا شايفينها كده ما شاء الله، حتى لونها اصلا يعني ايه جذاب، لونها جميل ما شاء الله كده. احطها بقى في الحاجة اللي انا لما السمك يطلع احطه فيها ايه املحه. وبعد بقى ايه انا يبقى انا كده غسلت السمك وخلصت من التمليحة بتاعته. اروح بقى اعمل السلطة بتاعتي، علشان يبقى احنا بقى جهزنا كل حاجة، بحيث السمك بعد ما اشويه واخلص يكون الحاجة ايه جاهزة عندي، وكل دوت والرز بيستوى معانا في الفرن. وخلي بالك من الرز عشان ما ينشفش منك، تروحي تبص عليه كل شوية علشان تشوفيه. والسلطة بتاعتي هي انا خلصتها، وهي عبارة عن طماطم وخيار وكزبرة وفلفل وشطة. وهحط عليها مش هحط ملح بقى، انا هحط بقى ديت الدقة ديت انا مجهزاها وعاملاها عندي في البيت وحطها في التلاجة. بحطها وبستعملها في كل اي حاجة عندي، بدل ما احط ملح او مثلا محتاجة توم، لا دي دقة جاهزة عندي. اقوم حطها بقى على الطماطم والسلطه بتاعتنا كده، واقلبها بقى تقليبه كده، واسيب السلطه. يبقى انا كده برضو خلصت من السلطه، يبقى انا غسلت السمك وعملت بقى ايه كل حاجه. اروحت بقى لقيت الرز بسم الله ما شاء الله استوى، وعمل الوش اللي قدامكم دوت بسم الله، حتى لونه خطير يا جماعه خطير. اهم حاجه اللي انت تبقي مهديه اول ما يتشرب تهدي عليه الفرن عشان يستوى بطريقه كويسه معاكي. وادي البتنجان برضو اتشوى معايا اهوت. ابدا بقى اغطي الرز عشان ما وشه ما ينشفش منه يفضل سخن. وعبال ما اشوي السمك ممكن الرز يبرد منك، فانت ممكن تحطيه فوق الفرن عشان يفضل يعني محتفظ بالحرارة بتاعته. ودلوقتي اهوت انا حطيت بقى السمك بتاعي في الردة، ودخلته بقى الفرن اهوت عشان ايه اشوي بقى قدامكم كده زي ما انتم شايفين. وتقولوا لي ايه رايكم يا جماعه، يا ريت يعني تقولوا له تعليقاتكم. ولو انتوا بقى يعني ايه حابين يعني الفيديو بتاعي وحابين ان انا انزل لكم مزيد من الفيديوهات، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات يا جماعه، ويا ريت يبقى في تفاعل وتشتركوا معايا في القناه وتعملوا اللايك يعني، والله مش هتخسروا حاجه. ودلوقتي بعد ما عملت السمك كده وطلعته من الفرن، بدات بقى ايه احطه، طلعته حطيته في التمليحه بتاعته مباشر لغايه ما اخلص بقى كميه السمك. وطبعا تسحبي بقى السمك بره كده بعد ما تحسي ان هو استوى، تسحبيه بالراحه كده عشان ياخد ايه يتسوى اكتر بقى ايه على باب الفرن.
ودلوقتي بعد ما خلصت السمك اروح بقى اعمل البابا غنوج. انا قشرت البتنجان وحطيته قدامك اهوت. تتبيله البتنجان عباره عن فصين من الثوم، يعني مش هحط قرن شطه كامل، احط جزء من قرن الشطه عشان الحاجه ما تبقاش حاره قوي او حادقه او حراقه يعني. وحطيت كمون وحطيت ملح، وبرده راعوا الملح في كل حاجه. وانا بحب ادقق الحاجه كده في الهون، انا بحب الهون هو اللي مش عارفه، انا بحب استعماله عن الكبه او عن الخلاط. كده. وبعد ما يعني ضربتهم كده في الهون دقدقتهم، حطيته على على البتنجان. وتاخدي بقى البتنجان كده تقليبه بالشوكه بقى ايه، يعني كأنك بتهرسيه كده يعني ايه، عشان يبقى ناعم معاكي. وبعد كده هجيب معلقه من الطحينه وهضيفها. طبعا البتنجان ده بالطحينه بيبقى تحفه رهيب يا جماعه، جميل جدا جدا جدا. وبعد كده عندي الدقه برضه هحط، وطبعا اهم حاجه خلي بالكم الملح. وبعد ما احط شويه من الدقه، بصراحه الدقه دي بتعمل يعني تيست عالي جدا للحاجه. ابدا بقى اقلب كل الحاجات ديت. وبعد ما قلبت بقى وخلصت كل حاجتي، اروح بقى ايه عشان بقى ارصها، عشان نقعدوا بقى نتغدوا ايه الغدا بتاعنا. ودلوقتي بسم الله ما شاء الله الغدا بتاعنا بقى جاهز اهوت. حطيت السمك والرز والسلطه والبابا غنوج وحطيتهم على الطبليه، وجبت الاطباق اللي احنا هنستعملها. وطبعا تفرشي تحت الطبليه يعني على الطبليه مفرش، وتفرشي تحت الطبليه حاجه عشان تحافظي على السجاد بتاعك، عشان طبعا لو في اطفال ما يوقعوش حاجه، او لو حاجه وقعت هتشيلي المفرش ده وايه وتنفضيه، وتبقى السجاده بتاعتك ايه نضيفة. وما تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في قناتي قناة مروة الحداد، وباي باي.